حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف الحال بالضبط، يعني مبهر بصراحة. يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن غير قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تشبيه عبقري. الغثاء هو كل ما هو ملوش وزن وبيطفو فوق السيل، الشقاقيع اللي بتفرقع الزبد. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في صدوركم الوهن. فقال قائل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت ما يجتمعوش أبدا مع فكرة الإيمان، استحالة. لأن الإيمان اللي عنده إيمان حقيقي من جواه هيبقى حابب ويتمنى إنه يستشهد في سبيل الحق، والحق هو الله. أنا بس عايز أقول نقطة قبل ما أكمل في الحتة دي، لأن أنا عارف السوشيال ميديا أغلبها في الزمن ده بتعمل إيه دلوقتي؟ بتاخد أي حتة بتقصصها وتعمل منها أفلام بعيد عن الموضوع الحقيقي. أنا أحب أوضح بس كلمة: أنا لا بدعي أبدا إني رجل دين، ولا بدعي إني مثالي بالمرة. بالعكس، أنا إنسان بسيط وأقل من البسيط بكتير. إنسان بأخطئ وبأصيب وبأخطئ وبستغفر، وأكيد لي أخطاء في حياتي ندمان عليها وبدعي ربنا يغفر لي، وربنا يهديني ويهديكم جميعا ويهدي الناس كلها. نرجع لهذا الموضوع. لما قعدت أبص وأقرأ شوية في الموضوع اكتشفت إن في آيات واضحة وصريحة هايلة. الخلاصة هايلة إن النصر فيه شروط. خلوني أقرأ عليكم كم آية. الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. دي آية. 2: إن تنصروا الله ينصركم. 3: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. غير ده كله، النصر مقرون ومنسوب لله دايما في القرآن. دي حاجة أنا أول مرة كنت أكتشفها. بسم الله الرحمن الرحيم: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. 2: إذا جاء نصر الله والفتح. 3: والله يؤيد بنصره من يشاء. صدق الله العظيم. هي واضحة كده، ما فيهاش كلام. وربنا كمان من رحمته، وأنا ملاحظ من قبل ما تشتد أحداث فلسطين مؤخرا، في نذر ربنا نزلها كتير. الأعمى يشوفها، زلازل، براكين، خسوفات، أوبئة. احنا عايشين في وقت نذر. الله سبحانه وتعالى من رحمته بينزل النذر قبل الأحداث العظام، واحنا داخلين على حاجات عظيمة واضحة جدا. الكلام ده مش كلامي أنا بفتي، الكلام ده موجود في الدين. اللي جاي لازم الإنسان يحدد فيه موقفه كأنها فرصة، لأن الناس ترجع للطريق السليم. الطريق السليم أقصد بيه طريق الله من غير أي أجندات. طريق الله هنا فعلا لو سليم مش هيبقى فيه تنازع، مش هيبقى فيه أحزاب أبدا، استحالة. بسم الله الرحمن الرحيم: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. صدق الله العظيم. مفيش وضوح أكتر من كده. كلام واضح وصريح. لو أنت قاعد في بيتك، قاعد في بيت عيلة، وعندك شقة في بيت العيلة دي، ودخل عليك مجموعة بلطجية، ضربوك قدام مراتك، اغتصبوا مراتك، قتلوا شوية من عيالك، خدوا شوية من فلوس، عملوا كل استباحة البيت. هل هنا هتقف تتكلم وتشجب وتندد؟ هل ده وقت كلام زي ده؟ لما يجتمع العيلة اللي في البيت العيلة دول يقفوا لك عند الباب ويقعدوا يشتموا فيهم، هل ده كافي؟ هم بيبلطجوا. البلطجي معروف لازم يصحى، لازم يباد. أول رئيس وزراء مسك عندهم في إسرائيل كان من أول تصريحاته بمنتهى الصراحة والفجاجة وعادي، الناس عدت الكلام عادي، والموضوع ده ما اتمسكش إنه إرهاب. قال إن قوتنا، بمعنى الكلام يعني، إن قوتنا الرئيسية ليست سلاحنا النووي،
ولكن هي في قدرتنا على تفتيت أكبر 3 دول عربية بالترتيب ويخشوا على الباقي بعد كده: العراق، سوريا، ومصر. وأغلب المخطط حصل بالفعل. ولما حصل في العراق كان نفس الموقف المخزي، مفيش حد بيتدخل. سوريا نفس الكلام، ما حصلش وحدة والناس خدت موقف خالص. اتاكلت في قصة أنا فاكرها كويس جدا، كانت مأثرة في نفسيتي من وأنا طفل صغير، كان اسمها وكلت يوم أكل الثور الأبيض. القصة دي بتحكي الواقع بالملي، مرعبة. هو الواقع بتاعنا، أسد وثلاث تراء، واحد أبيض واحد أسود واحد أحمر بني، يعني حب ياكلهم ومش عارف، يعني اتحادهم فيه قوة. راح للبني والأسود، قال لهم الأبيض ملفت، بيلفت نظر الأعداء ليكم وبيتكلم عنكم وحش، سيبوه أكله ويبقى لكم المرعى مفتوح، رزقكم يزيد وأنا آكل نستفيد. عملوا صفقة معه وسابوه، كانوا فعلا. وراح للبني قال له احنا لوننا زي بعض، الأسود مختلف، سيبهولي وكذا وكذا. عمل نفس الموقف لحد ما جه يوم الأخير وجاع وراح للبني. البني لحظتها فين؟ قال أكلته يوم أكل الثور الأبيض. أنا عايز أقول لكم على حاجة، إن هم الأحبار عندهم اللي مذاكرين التوراة كويس أوي عارفين جدا إن الحركة اللي بيعملوها الصهاينة دلوقتي دي بداية الزوال. ده وعد الله حق، وعمره ما يخلف ميعاده أبدا. يعني لازم ناخد بالأسباب. دلوقتي وقت حساس، يا تاخد طريق الله يا تاخد طريق الشيطان. ليه بقول الشيطان؟ لأن الصهاينة هم جيش الشيطان اللي مش فاهم يدور ويبحث. دي الحقيقة. اللهم بلغت اللهم فشلت.